السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الغريبيه التقليديه مشققه الله الله وبزاف بنينه بمقادير اقتصاديه وناجحه ومضبوطه. اللي عندها مشكل مع الغريبيه ما عليها غير تكمل لا فيديو حتى الاخير وتتبعوا كامل لي زاستيس والمقادير، وباذن الله راح ديروا احلى غريبيه. شوفوا لي هنايا، يعني الله يبارك الشكل تاعها ما شاء الله فريمون. روعه هذه الوصفه. شوفوا يعني الشكل تاعها ما شاء الله، تجي طايبه ماشي يابسه وتجي طريه تتفتت، يعني تذوب وحدها. هنا قبل ما نبداو لا فيديو نرحب كامل بالاخوات اللي انضموا وكل من ينضموا لقناتي، وما تنساوش اللي ما راهمش مشتركين ديروا لنا جيم واشتراك، ما خسرت والو. ونصلوا ونسلموا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام باش نبداو لا فيديو تاعنا وتكون البركه. فوالا وندو الاجر كيف بيان سور. هنايا واش نحتاج؟ شوفوا البنات، يعني اسهل وصفه وانجح هذه الوصفه. نتمنى من قلبي تجربوها باسكو والله غير تستاهل. هنا في البول تاعي واش راح نديرو؟ حطيت 5 كيلات تاع فارينه. انا كيلت بالكاس هذاك تاع 220 ملي، يعني اللي دائما نكيل به. نتوما اي كيل حبيتو ديروا 5 كيلات فرينه، كيله غير ربع سكر كلاصي. حبيتو تنقصوا الحلاوه ديروا نص كاس سكر كلاصي، نص كيله سكر كلاصي. نحتاج 2 ملاعق كاوكاو محمص، يكون محمص مليح ومطحون، باسكو اذا ما درتوش محمص ماش حيجي بنين. ولا جلجلان، انا عندي الكاوكاو درت 2 ملاعق كبار كاوكاو. وهنا ليدام نحتاج نص كيله، نص كيله سمن دايب وبارد، ونص دوزيام تاع الكاس راح نكملو بالزيت، يعني كيله تاع ليدام خليط بين سمن وزيت. انا كيلت بهذا الكاس باسكو كامل الكيلات تاوعي درتهم بالكاس. الكيله تاع الفارينه كيلتها بهذا الكاس، سي بوغ سا درت ليدام ثاني بهذا الكاس. نتوما الكيله اللي كيلتو بها كملوا بها. هنا درت لافاني عندي انا ليكيد، هذه ما عنديش بود. وهنا نصف كيس خميره كيميائيه. هذا واش نحتاجو، ورشه تاع الملح. وتخلطوا كل شيء مع بعض. البنات هنا ما تزيدوش الفارينه، هذه المقادير راهي مضبوطه وتجيكم يعني تجيكم طريه على حبه. نشكر برك الاخت اللي كنت تعلمتها عندها. انا صراحه كان عندي مشكل فغيمو مع الغريبيه، يعني في البدايه توعي كي كنت نتعلم في الكاطو كان عندي مشكل مع الغريبيه، تجيني يابسه وماشي شابه وما تحبش تتشق كامل. دونك خيرت نروح نتعلمها. والحمد لله اول وصفه نشفه بديت بها هي الغريبيه، باسكو كان عندي مشكل فيها الغريبيه، وكان عندي مشكل في المقروط، الحشو يجيني يابس وكامل. مي دوكا الحمد لله الانسان بالتجربه وكل يوم نتعلموا والحمد لله. شوفوا هنايا البنات حتى شوفوا يعني القوام، تخلطوا كل شيء مع بعضه حتى تتحصلوا على هذا القوام، ما تزيدوا ولا من غير فارينه والو. وهنا نجو نشكلوا الغريبيه تاعنا كما تحبوا. انا درت هنايا يعني عين ميزاني، كاين اللي يحبوا يوزنوا يعني بالميزان، تحبوا كبيره صغيره كما تحبوا، لكن انا هنا درت عيني ميزاني. وبهذه الطريقه شوفوا كيفاش تشكلوا الحبات تاع الغريبيه. بهذه الطريقه يعني ترفدوا كميه تاع العجينه وتبقاو ديروا شغل بوله في يديكم بعد تطلعوا. هذا مكان، هذا هو لا فورم، يعني لا فورم ما يهمش كل وحده كيفاش تحبها. نجيبوا القرفه باش نحطوا من الفوق التزيين بالقرفه ضروري. وتزيدوا ثاني شويه قرفه في العجينه، انا نسيت ما قلتهاش في الديبي. زيدوا القرفه في العجينه ثاني البنات. ونروحوا لطريقه الطياب تاعها. الفور تاعكم لازم يكون سخون، يعني فريمون يكون سخون، ومن بعد تنقصوا له وتخلوها جوغ كي تدخل لازم هذاك الشوك تاع درجه الحراره، سي بوغ سا تتشقق لنا الغريبيه تاعنا. وما تديش الوقت، حوالي 10 دقائق ربع ساعه هذا مكان، باسكو اذا طولت في الكوشه راح تيبس. فوالا هذه هي. وهنا نقسم معكم حبه. شوفوا لي يعني تجي طايبه وطريه ما شاء الله، ماشي يابسه.
ميزاني وانا نستعمل هذه الوصفه. كل خطره نقول نبارطاجيها معكم، ما كتبش المكتوب. هذه الخطره درتها وحبيتكم نتوما تستفادوا. نتمنى ان شاء الله اللي يحب الغريبيه يجرب هذه الوصفه. وما تنساونيش خياتي بلي كومونتير وجيم في لا فيديو باش يطلع لا فيديو تاعنا. سينو نقول لكم وصلنا لاخر لا فيديو. شوفوا هنايا البنات الطياب تاعها لازم تكون هكا جايه شغل في الدوغي شويه، يعني ما تخلوهاش طيب بزاف باش ما تجيكمش يابسه كما قلت. وهذا هو لا فيديو تاعنا، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.